السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في جديد أخبار المغرب اليوم. أبرز عنوانها: خبر مفرح وصار للمغاربة، انخفاض مهم في أسعار المحروقات بالمغرب. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد أخبار المغرب اليوم. إلى التفاصيل. شهدت أسعار المحروقات بالمغرب اليوم السبت تراجعا طفيفا يقدر بحوالي 50 سنتيم في اللتر، وعليه انخفض سعر اللتر من الغازوال إلى 15.66 سنتيم بعدما كان يتجاوز 16 درهم. يذكر أن محطات توزيع الوقود في المغرب عرفت زيادات صاروخية في أسعار المحروقات بتاريخ الفاتح من نوفمبر، حيث ارتفع سعر الغازوال ب0.80 سنتيم ليصبح 16.42 درهم، وقارب سعر البنزين 16 درهم، فيما يختلف هذا السعر من محطة توزيع إلى أخرى. وفي منتصف أكتوبر الماضي عرفت مادة الغازوال زيادة في اللتر الواحد درهم فاصلة 62 سنتيم، بينما عرف سعر مادة البنزين ارتفاعا ب0.75 درهم للتر. شكرا لكم متتبعين الكرام، وإلى اللقاء. ما تنساوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.